صباح الخير. كتير مننا ما بيكونش عارف يظبط السي في بتاعه، مش عارف يكتب ايه اصلا في السي في بتاعه، وبنقدم كتير ومحدش بيعبرنا. ايه اللي بيحصل بقى؟ خلينا نقول ايه التريكات اللي بتحصل. البلاتفورم زي لينكد ان وغيرهم دلوقتي مفيش مدام عفاف الدور التاني بتمسك السي في تقعد تطبعه، مفيش الكلام ده. اللي بيحصل انه لما تيجي تقدم السي في ده بيبقى في عندهم حاجه اسمها اي اي سولوشنز كده، بتعمل تكست، بتعمل ديتكشن لكلمات معينه. هذه الكلمات يطلعك بيها شورت ليستد عشان يقابلك، عشان تروح تعمل انترفيو. فانت عشان تظبط الكلام ده تعمل ايه؟ تدخل بقى تشوف احسن شركه في احسن قطاع، احسن حاجه التوب بتاع الحته اللي انت عايز توصل لها في نفس التايتل اللي انت عايزه، تدور على الجوب فيكنسيز اللي موجوده وشوف الجوب ديسكريبشنز والريكويرمنتس بتاعتهم، وتحط نفسك قدامها وتقعد تقارن هو ده اللي انا عارفه ولا لا. تقعد تعلم الحاجات دي انا ما اعرفهاش، تعمل في رود ماب ليها عشان تذاكرها. زمان وانا صغير كنت بعمل الكلام ده، تشوف الناس دي عامله ازاي وابتدي امشي على الرود ماب بتاعها. قال لك تشانس از ا ميتنج بوينت بتوين جود بريبريشن اند باسنج اوبورتيونيتيز. مفيش حاجه اسمها حظ والا ربنا هيكون بيظلمنا. فبالتالي هتعمل رود ماب دي وبعدها تأيد ده بقى على السي في بتاعك، تاخد دي عشان يبقى فيه كل الكلمات الكيوردز سواء انت ادركتها ما ادركتهاش موجوده. فلما تيجي تقدم السي في ان شاء الله تطلع شورت ليستد، وبالتالي لما تروح الانترفيو تعرف تهبط الكلام اللي انت ذاكرته. فبالتالي ان شاء الله تعدي بتاع. ما تتضايقش لو في بعض شركات المالتي ناشونال بتتطلب يعني تعليم معين، لايف ستايل معين، مش مشكله لو ما جاتش. بقيت شركات، مش كل الشركات مالتي ناشونال، مش كل الشركات كبيره، ولكن في النهايه حتى الريكروترز اللي موجودين في الشركات اللي مش مالتي ناشونال موجودين مالتي ناشونال، فممكن يطلبوا من الريكروترز او المنصات دي نفس الريكويرمنتس عشان تظبط السي في بتاعك.